مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة صغير وبسيط بس مهم أوي أوي، العصاج أو المفروم بنحتاج له كتير. النهاردة هعمله معاكم بطريقة سهلة. أول حاجة هنا هنزل الكمية بتاعتي، سواء كيلو سواء نص سواء 2 كيلو، الكمية اللي انتي عايزاها في مقلاية كده، وهرفعها على النار وتكون نار عالية. طبعا هضيف أي مادة دهنية، زبدة بلدي، سمنة، اللي انتي بتفضليه. هترفعيها كده على نار عالية وتبتدي تشوحي فيها لغاية ما اللون يتغير. المفروم بقى او العصاج ده لما بيبقى موجود عندك تقدري تعمليه جلاش، رقاق، مكرونة بشاميل، مكرونة عادية، مسقعة، فضروري ضروري يكون عندك. الكيلو انا بضيف له نص كيلو بصل مفروم وما يكونش ناعم. انتي بقى شوفي الكمية اللي انتي بتفضليها. عايزة تضيفي على نص كيلو بصل، انا بضيف النص على طول. يعني لو كيلو مفروم بضيف له نص بصل متقطع خشن في الكبة، وببتدي كده اشوح فيه. يبقى الاول لازم المفروم لونه يتغير، وبعد كده بتنزلي بالبصل. بعد كده البهار. المفروم بيحب ايه بقى؟ الكزبرة ده شيء اساسي، والفلفل الاسود والملح، والسبع بهارات بتغني عن حاجات كتيرة عن كل ده. يبقى اللي احنا هنزوده الكزبرة والفلفل الاسود وسبع بهارات وملح. كده كفاية قوي. بعد ما تتشوحي شوية المفروم والبصل مع بعض هتنزلي بالبهار ده، وده كفاية قوي. طبعا على حسب الكمية. لو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة بنزلها. ضروري بقى تسيبي المفروم ده لغاية ما يستوي كويس على النار. هنا في المرحلة دي هنزل بالبهارات بتاعتي، وبرضه هكمل تشويح فيها على النار لغاية ما أي مية تخرج من البصل والمفروم تروح خالص. كده يبقى خلاص انتي وصلتي لمرحلة التسوية. لو انتي بقى عايزة تزودي صلصة او طماطم هتزودي للصنف اللي انتي بتعمليه، سواء كان مكرونة او للرقاق. زي ما احنا شايفين كده المقلاية ابتدت تنشف من اي سوائل خالص، وكده خلاص دخلت على مرحلة التسوية. هتحتفظي بيه في اكياس تلاجة، في علبة، في الفريزر لغاية ما تحتاجيه. حلوة قوي ومفيدة جدا، بتسهل عليكي وقت كتير، وكمان ما بتحتاجيش انك تعمليه بسرعة بسرعة، بيبقى جاهز عندك وتعمليه وقت ما انتي عايزة. يا رب الفيديو ده يعجبكم وتستفيدوا منه. ولو طبعا عجبكم قولولي في التعليقات، وما تنسوش اللايك، وما تنسوش طبعا تشتركوا.